مساء الفل يا شباب. أول حاجة هنسيرش بفيجوال بوكس. هنخش على أول سيرش، داونلود. هنلاقي كده هنا ويندوز، ننزله عادي جدا داونلود. بعد كده نيكست 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 وخلصنا على كده. بعد كده هنيجي على اوبن تو. تمام. كده كده لو انت مش عايز تنزله هبعت لكم اللينكات. داونلود، ديسكتوب، داونلود اوبن تو، داونلود اهي، داونلود. اختار المكان اللي انت عايز تنزله فيه وخلصنا على كده. تمام. بعد كده نيجي على الجزء التاني، هنخش على الفي ام عادي جدا بعد ما نسطبها. هنروح عاملين نيو. هنا هنسميها مثلا، انا هسميها تيست. تسميها بالاسم اللي انت عايزه. بعد كده هنا هتختار المكان اللي انت عايز الفايلات تنزل فيه. تمام. انا مثلا هختار هنا وهنا وسلكت. ماشي. بعد كده هاجي هنا، هختار النسخة اللي انا نزلتها. هي هتنزل كده اهو، انت مش لازم تفك الضغط بتاعها، عادي ممكن تحطها زي ما هي هتنزل معاك بالاسم ده كده. تعمل كده وهتعمل اوبن. تمام. الحاجات دي كده هتيجي as default. بعد كده هتيجي هنا على تاني اختيار. لو انت عايز هنا مثلا هتكتب اسمك، وهنا ده الباسورد. اعمل باسورد بس اهم حاجة تكون ايه عارفه مثلا. تمام. بعد كده هنا الهارد، شوف انت عايز تديها قد ايه من الريسورس بتاعت الجهاز بتاعتك. انا مثلا هديها 8 جيجا هنا. وفي الرام هديها برضو 8. بس كده. بعد كده فينش. استناها بقى تفتح. طيب هي هتفتح معانا بالمنظر ده. هندوس على، هتيجي كده على طول هنسيبها تشتغل عادي جدا، او ممكن ندوس نيكست على طول. تبقى ترن براحتها على الاخر. هتفتح بالمنظر ده كده برضو، هي كده لسه بتحمل. هتيجي بالمنظر ده برضو هتقعد تحمل. يعني هي هتقعد مثلا تحمل حوالي 10 دقايق. طب هي بقالها حبة كده، فممكن لو علقت نيجي هنا كده على ماشين ونعمل لها ريستارت تاني. انتر. يعني الكلام ده لو هي علقت، لكن لو هي ما علقتش عادي هتشتغل عادي زي ما انت، وهتفضل مكمل لغاية لما يطلع لك انك تكتب الباسورد بتاعك بس. خلينا برضو تاني مع بعض. اهو رجعت تحمل تاني، هنسيبها براحتها على الاخر لغاية لما تشتغل. لكن لو هي وقفت مرة واحدة كده اعمل لها ريستارت. طيب هي وصلت معانا للمنظر ده، هنستناها برضو ممكن دقيقتين تلاتة وهنلاقيها رنت معانا عادي جدا. هيطلع لنا اليوزر نيم واحنا بس هنكتب الباسورد. طيب هي عملت ريستارت معايا بقى لوحدها. هي بالظبط أخدت حوالي بالظبط 10 دقايق. تمام. ولو طولت عن كده عادي يعني ما فيهاش مشكلة، كله بيعتمد على الريسورس بتاعت الجهاز. طيب هي رنت معايا، نجي اليوزر اللي احنا كتبناه في الأول. تمام. هو أنا بصراحة الريكورد فصل في النص، فهي بعد ما كانت بتحمل تمام عملت ريستارت لوحدها. وبعد كده راحت فتحت لي كده، فده اليوزر اللي احنا كريتناه في الأول، فهخش عليه عادي. وبعد كده هكتب الباسورد اللي انا عملته في الاول وادوس انتر. تمام. الاقيها فتحت معايا عادي جدا بس هي بتحمل. هي فتحت معايا عادي جدا، كلها شغالة زي الفل. دي الابس. هنجرب نخش على التيرمينال اهو. شغالة زي الفل. اهي كله زي الفل. وبس خلاص اشتغل عليها عادي جدا بس.